حماتي تدخل عليا جوزها اوضه نومي عشان تاخد من تحت مخدتي. انا كنت في بيت اهلي معرفش يعني ايه كده النسا، معرفش يعني ايه كده السلايف، كنت لسه بنت صغيره. عندنا في بيتنا مفيش حاجه اسمها كده. انا مرات عمي بتنزل عند امي، امي تطلع عند مرات عمي، الدنيا حلوه وجميله، مفيش اي حاجه. المهم، مرات عمي قالت لامي في عريس كويس جايز بنتك. قالت لها مين يا اختي؟ قالت لها فلان الفلاني، بس هو بيشتغل بره وبيقعد مده هنا وبيسافر، بس هو عايز يتجوز واحده من بلده عشان تبقى ايه، فاهماه وتبقى فاهمه طبعه. قالت لها يعني انت هو عايز بنت؟ انا قالت لها لا، هقول لك انا، هي امه كانت بتتكلم وعايزه عروسه، قلت لها بنت سلفتي زي الفل، شطاره وجمال ونظافه، مفيش كده. الوليه بصراحه قالت لي خلاص ماشي نيجي نشوفها. خلاص ادي بقى سلفة امي اللي هي مرات عمي، دي انسانه كويسه. عشان كده بقول ما شفتش ولا كانت نسا ولا شفت كانت سلايف، لان في بيتنا الدنيا زي ما انتم شايفين. مرات عمي جابت لي، هو ايه اللي جايبه لي العريس ده اصلا. المهم، ام العريس جت، قالت ما شاء الله عليكي، عجبتها الحمد لله. انا بصلي وعارفه ربنا وبتقي ربنا الحمد لله، وحماتي شكلها واحده طيبه كده وطيبه وجميله. قالت على خيره الله انا هكلم ابني ولما هو نازل اجازه يجي يبص عليها. قلنا لها خلاص ماشي. ابويا الله يكرمه راح سال وعرف ان هم ناس كويسين. اول ما نزل بالسفر جه بص عليا وشفته وشفني، والحمد لله القلوب اتوفقت والدنيا تمت. قال خلاص قبل ما اسافر المره دي هجهز حاجتي ونخش. قلنا له خلاص ماشي. هو جهز شقته، بسم الله ما شاء الله، عندهم بيت الله اكبر، والشقه بتاعتهم الشقه بسم الله ما شاء الله يمرح فيها الحصان ما يتعبش. المهم الحمد لله الدنيا تمت، وهو جهز كل حاجه وانا جهزت حاجتي. ما احنا عندنا في الارياف بنعمل ايه، بنجهز الطقطقين يا جماعه والله العظيم. بس ان شاء الله الموضوع ده هنبطله مع الغلا دوا. ايه ده، العروسه بتجيب ايش وشوات وبتجيب لحماتها كمان. خلاص الحمد لله الموضوع تم دخلت البيت، وطلع فيه البيت فيه عقربه اللي هي مين، سلفتي ايه اللي هي اخو جوزي الكبير، متجوزه بقالي حوالي 5 سنين تقريبا في البيت قبلي. دخلت البيت، جوزي قعد معايا 5 شهور وسافر. قال لي قبل ما يسافر انزلي اقعدي مع امي تحت، شقه حماتي بسم الله ما شاء الله يمرح فيها ايه، ما البيت كله كده بسم الله ما شاء الله. قلت له خلاص ماشي، حماتي طيبه جدا وبتحبني، ست كويسه جدا، انزل اقعد معاها، انزل اشوفها عايزه ايه كده يعني. قالت لي يا بنتي ما دام بتطلعي وتنزلي انزلي باتي معايا هنا، ناخد بحسك واخد بحسي، ما هو انا حمايه متوفي. سلفتي بقى ايه لما لقيت كده قالت لها خلاص يما انزل انا كمان اقعد معاكم، ما هو ما شاء الله الشقه واسعه وفيها شقه ايه بسم الله ما شاء الله 5 اوض، بس ايه 5 اوض بتوع زمان. قالت لها طب خلاص يا اختي انزلي، هتقول لها ايه؟ فجوزها بيقول لها طب هتنزلي ليه ضيقه عليهم، ما احنا عندنا شقتنا فوق. قالت له لا مش معنى هي نزلت قعدت تونس بيهم. قال لها بس هي جوزها مسافر، جوزها مسافر، انت عايزه ايه يعني مش فاهم. قالت له لا مش عايزه حاجه، بس انا اقول لك انا هنزل معاهم وخلاص. المهم احنا عندنا في بلدنا بيجيبوا حاجه اسمها نظام المواسم. يعني ايه مواسم؟ يعني مثلا يجي رمضان، كل فتره رمضان اهل البنت يجيبوها لها، ويجيبوا لها رز ويجيبوا لها سمنه ويجيبوا لها مكرونه ويجيبوا لها فراخ ويجيبوا لها بقى قمر الدين وجوز الهند وكل حاجه، كل حاجه كده ايه يجيبوها لها بيشرفوا بنتهم. المهم انا اهلي مبسوطين الحمد لله. لكن اهل سلفتي يعني ناس على قدهم ما فيهاش حاجه، بس برضو حتى لو على قدهم الناس بتودي. المهم هي شافت كده وتقول لحماتي ايه بقى، انا اهلي هيجيبوا لي حاجات احسن من كده، انا اهلي هيجيبوا لي حاجات. قالت لها يا بنتي انا ما قلتلكيش جيبوا ولا ما يجيبوش، كل واحد بيجيب مقدرته، واللي يجيب يجيب ما يجيبش ما يجيبش، انا مش فارق معايا يا بنتي. دي حماتي. قالت لها لا ازاي، بكره تعيروني بكره تعيروني. حماتي ولا بتعير، حماتي انسانه كويسه جدا وطيبه جدا فعلا. انا امي دعيالي بحماتي دي، حماتي طيبه قوي. قالت لها يا بنتي ما بعيرش حد، اللي يجيب يجيب واللي ما يجيبش ما يجيبش، انا مش فارق معايا. قالت لها لا ازاي، وتتصل بامها واتخانق معاها، انت ما جبتليش الموسم ليه؟ تقريبا حسب الحوار اللي احنا يعني اللي انا فهمته رافع معاها في المطبخ ان هي امها مزنوقه. انا ماليش دعوه، انت هاتي اي حاجه، اعملي جمعيه بيعي، اعملي اي حاجه وهاتي لي الموسم بتاعي.
وزعقت مع ماما وقفلت. فانا بقول لها بصي يا بنتي، حماتك كده كده ما بتتكلمش، لو امك مزنوقه خلاص ايه المشكله؟ ايش دخلك انت؟ طبعا عشان يقول ان انت احسن مني، عشان يقول بيجيبوا لك انت وما يجيبوش ليا. انا والله ما قصدي كده، انا مش قصدي كده على فكره، وخدي بالك لو امي برضو كده هقول نفس الكلام. ايه المشكله؟ لا بقول لك ايه، انت بتتكلميش معايا كده، انا مفيش حد احسن مني. قلت لها خلاص براحتك انت حره، وسبتها ايه وخرجت. حماتي يا ترى سامعه الحوار وهي جوه، قالت لي يا بنتي ما تزعليش وسيبك منها. قلت لها يا حماي والله ما انا مش قصدي حاجه، انا قصدي بس يعني حتى لو الناس مزنوقه ايه المشكله؟ انا شايفاك انت كويسه الله يكرمك يا حماتي بصراحه، وبصراحه انت مش باصه لحاجه زي كده. قالت لي يا بنتي ولا باصه ولا مش باصه، اللي عايز يجيب يجيب، ما يجيبش ما يجيبش، انا مش فارق معايا. ومعلش يا بنتي حقك عليا، ولو عملت لك حاجه تعالي قولي لي انا بعرف اشكمها. قلت لها ماشي يا ام مفيش مشكله. خلاص. طبعا احنا قاعدين مع حماتنا تحت، فالمفروض هي تعمل حاجه وانا اعمل حاجه. طبعا حماتي طبعا ايه ما قسمتش بينا، اللي يعمل اكل يعمل ده يعمل. انا من عادتي طبعا جوزي مش موجود بقوم. قمت فطرت مع حماتي الصبح، وقمت دخلت على المطبخ روقته وروقت كل حاجه، وهي لسه نايمه ما قامتش ما عملتش اي حاجه. المفروض انا عملت الفطار وروقت الشقه ولميت الغسيل وحطيته في الغساله ونشرت وخلصت كل ده، وهي في اخر قايمه بقى. المفروض بقى في غدا، انا ما قلتش حاجه، انا قلت مش مشكله ما عملش انا هعمله انا. حماتي بقى ايه قالت لها بقول لك ايه، هي النهارده عملت كل حاجه الصبح وفطرت معايا وروقت الشقه وغسلت ونشرت وعملت كل حاجه، اعملي انت الغدا. ليه ان شاء الله اعمل الغدا لوحدي؟ قالت لها طب ما هي عملت كل ده لوحديها. قالت لها لا هي تساعدني ماليش فيه، اعمل غدا ده انت النهارده جايبه كرومب، يعني كرومب عايز الايادي. قالت لها ده هي كرومبتين صغيرين، يعني حتى لو لفيناهم واحنا قاعدين مش هيحصل حاجه، هتسبكي التسبيكه بس وربنا يسهل. لا ماليش فيه، تيجي تقطع عشان تسلق معايا. قلت لها خلاص يا امه انا هعمل، انا مش مشكله، انا هعمل، خليك انت هتعملي انت، طب ماشي. زي ما تكون الكلمه مسكت فيها. حماتي قالت لي بس يا بنتي اسلقي الكرنب واعملي التسبيكه وتعالي، واحنا قاعدين كده في الارض اللي فوق انا وانت. قلت لها ماشي يا ام، وعملت كده. والتانية بقى كانت على الجاهز، حماتي ما عجبهاش الوضع. قالت لها بقول لك ايه يا بنتي، يا تطلعي شقتك يا تساعدي سلفتك. قالت لها انت بتطرديني؟ قالت لها انا ما بتركيش، انا ما بتركيش، بس بعد اذنك يا بنت الناس يا تعملي كده يا تعملي كده. المهم قاعده بكلم جوزي، انا بقى احنا بنتكلم جوزي فيديو وهو شايفني وانا شايفاه، بنتكلم بقى ونضحك ومش عارفه ايه. راحت داخله عليا الاوضه من غير ما تخبط. انتي بتكلمي مين؟ رحت قافله. قلت لها بكلم مين؟ يعني ايه بكلم مين؟ بكلم جوزي. قالت لي جوزك؟ ولما جوزك قفلتي ليه؟ قلت لها انا حره، قافل ما قفلش يخصني. اه حره ماشي. قال جوزها قال. جوزها قال ايه؟ هي مجنونه دي ولا ايه؟ ايه الجنان ده؟ رحت قلت لها بقول لك يما. قالت لي ايه؟ قلت لها حصل، قلت لها دخلت عليا الاوضه وانا بكلم جوزي وتقول لي جوزها قال. قالت لي سيبك منها وكبرت دماغك، سيبك منها يا بنتي سيبك منها، دي مروشه، الله يهديها الله يهديها. المهم هي ما كانتش بتخلف ليه، عندها مشكله، الدكتور قال لها انت تعالجي منها الاول، لان انت لو يعني حصل حمل والمشكله دي ما اتحلتش البيبي مش هيكمل. المهم قالت ايه، جت تقول ايه ده انا حامل. حماتي قالت لها حامل ازاي؟ قالت لها حامل وانا مش معايا راجل؟ قالت لها مش بتكلم على راجل غير راجل، مش الدكتور قال لك ما ينفعش تحبلي اما المشكله عندك تتعالج؟ هي اتعالجت يا بنتي لسه؟ العيل كده هيموت يا اما الدكتور هينزلهولك، انت عندك مشكله. تقول لها يعني ايه؟ لا انا عايزه ابقى ام. يا بنتي احنا ما اعترضناش تبقى ام. جه جوزها من بره، في ايه؟ قالت له مراتك حامل، فرح. قالت له انت بتفرح على ايه؟ مراتك عندها مشكله. قال لها مشكله ايه؟ اتراها لما انا رحت معاها الدكتور انا والدكتور قال قدامي، هي ما قالتش لجوزها الحوار، انا سكت على اساس ان جوزها هيقوم تعرف. قال لها مشكلتها يا ام. قالت له ما قلتلكش انها عندها مشكله، لو حصل حمل مش هيكمل، ولو كمل هينزل ميت؟ ايه يا ام ده انا ما قلتليش الكلام ده، ما قلتوش لجوزك ليه يا معدوله؟ قالت لي ما قلتش، هقول لي ايه المشكله دي حاجه تتقال؟ قالت لا يا معدوله حاجه تتقال، ده جوزك. وبعدين انت قلت لما عايزه تخلفي ما بداتيش في العلاج ليه؟ ايه اللي عندك لحد دلوقتي ما اتعالجتيش؟ العيال ده لازم ينزل. على فكره مش انا اللي هقول للدكتور، اللي هيقول هروح للدكتور وهو يحكم. قال لي يا امه ازاي ينزل، حرام علينا. مش قلت له بس يا ابني انا مش هقول نزله عشان انا هتحاسب على كده، احنا هنروح للدكتور. الدكتور قال يكمل ينزل ينزل. خلاص يا ابني. قال لي خلاص يا ام. خدناه ورحنا للدكتور. قال لها انا مش قلت لك مفيش حمل دلوقتي الا لما مشكلتك تتعالج؟
طبعا جوزها قاعد سامع. قالت له انا قلت يمكن سبحان الله ربنا قدر على كل شيء. قال لها ونعم بالله، احنا ما اعترضناش على قدر الله سبحانه وتعالى، بس في حاجات ربنا اداها لنا عشان يبقى احنا اسباب فيها. البيبي ده مش هيقدر يكمل لما تعالجي بحبالي. يعني جوزك اكيد مش معترض انك تحبالي بعد كده او تتعالجي، او انت هتتجوز عليها ولا ايه؟ قال له يا عم قال له يا دكتور هتجوز انا هعمل، انا ما اعرفش، انا ما اعرفش الحوار ده اصلا غير دلوقتي، غير لما حبلت. قال له انت ما تعرفش؟ قال له خلاص لازم البيبي ده ينزل، هنحددك ميعاد العمليات وننزله عشان ما ينفعش. المهم الحمد لله سبحان الله يا ربي. سلفتي بقى اللي هو انا ما اعرفش الحوار كله، فانا عارفه انا حامل وفرحت لها. بكلم جوزي وبكلم امي بقول لها يا امه ده سلفتي حامل، على دخلتها هي، على اللي عملته فيا. انتي بتقولي لامك ليه؟ بتقولي للناس ليه؟ قلت لها حبيبتي ودي حاجه تستخبى؟ لا الحمل بيستخبى ولا الحب بيستخبى ولا راكب الجبل بيستخبى. انا مش عايزه حد يعرف، انا مش عايزه حاجه عني. انتوا ايه؟ انتوا كارهني، انتوا مش حابيني، انا عارفه انكم مش شايلني في البيت. وراحت سابني دخل. فبقول لامي ايه ياما في ايه؟ انا عملت لها ايه؟ قالت لي معلش يا بنتي حقك عليا. راحت حماتي حكي لي الموضوع. قلت لها يا لهوي انا ما اعرفش يا، صدقيني ما اعرفش ياما والله. انا عارفه يا بنتي بتعرفي، اذا كان جوزها ما كانش يعرف هتعرفي انت يا بنتي؟ قلت يعني هتنزله؟ قالت لي اه هتنزله. عندها مشكله يا بنتي، عندها مشكله ولازم تتعالج منها، وعلاجها موجود بس هي مش عايزه تتعالج. المهم حصل خلاص اللي حصل، والبيبي خلاص ملوش نصيب يجي الدنيا. وسبحان الله جوزي انا بقى نزل من السفر. طبعا جوزي نزل، طلعت عشان قعدت في شقتي. بقيت انزل كل فين وفين. حماتي تقول لي يا بنتي بتوحشيني يا بت، تقول لها بتوحشك وانا ما بوحشكيش؟ لا اله الا الله. انت قاعده جنبي، هي ما بقتش تنزل من ساعه ما جوزها جه. مفيش حاجه والله يا اما من ساعه ما هو جه وانت عارفه. بعمل له حاجته وبوضب له حاجته وبقول شيء مش موجود في كده، وانا كده موجوده معايا يما. قالت لي يا بنتي عذراكي مفيش مشكله انت حماتي. عايزه اقول لك على خبر حلو يا حماتي. قالت له قولي يا بنتي انا حامل. والنبي يا اختي الف الف مبروك، الف الف مبروك يا اختي. طبعا تاني قاعده بتقول لها هو انت فرحت لها ان هي حامل؟ قالت لها ما افرحش ليه؟ قالت لها اشمعنى انا؟ قالت لها لا اله الا الله. يا بنتي انت في مشكله عندك، وانت لو اتعالجتي وخلاص كده ربنا كرمك وبقيتي كويسه وحابلتي، ما انا هفرح، ما هو يبقى ابن ابني. قالت لي لا انت بتكرهيني وبتحبيها. ايوه انت بتكرهيني وبتحبيها يا بنتي، ولا هكرهك ولا هكرهها ولا احبك ولا احبك، انتوا بناتي، انا ما عنديش بنات وانتوا بناتي، انا ماليش دعوه. اشمعنى هي ما مسقطش، انا لازم اسقط زيي؟ استغفر الله العظيم. يا بنتي انت كان عندك مشكله. قالت لها طبعا قلت لها ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هو انت كده عاقله؟ انت كده مظبوطه؟ ايوه مظبوطه. اشمعنى انت؟ قالت لها اشمعنى انا ايه يا بنتي؟ سبحان الله ده رزق، وانت بكره ربنا يديك ان شاء الله وتفرحي. زعلت معانا وخدت بعضها. ما يجي جوزي انا هقول له اشمعنى، وخدت بعضها راح داخله اوضتها. انا سايبه على نفسي. حماتي قالت لي ولا تسالي، كبري دماغك وافرحي باللي في بطنك، ربنا يبارك لك يا بنتي وكملي حبلك على خير. قلت لها ماشي مفيش مشكله. جوزي بقى سافر. اللي زاد وغطى بقى ايه؟ هي عايزه تلبسني تهمه ان انا اعرف حد. عملت ايه بقى؟ خلتني نايمه وراحت جايبه تليفون معرفش جابته منين، وراحت ايه حطاولي تحت المخده. تخيلوا، تخيلوا عملت كده فيا. انا ما شفت القصه دي معروضه مره على النت فقلت ايه ده تمثيل، ما حدش بيعمل كده. اتاريها هي بتتفرج وبتتعلم من على النت، والهانم جايه تعملها فيا. الهانم جايه تعمل فيا الحوار اللي شافته على النت. انا ما كنتش مصدقه، اهي تمثيلات بتحصل حوالينا وحاجات بتحصل حوالينا، بس معقوله الناس تتعلم وتعملها في الناس؟ هي بقى عملتها فيا، عايزه تلبس تهمه ان انا اعرف حد. قالت لسيلفي على فكره انا دخلت عليها اوضه انت بتكلم حد في تليفون غريب، واما شافتني راحت قافله. قال لها بتكلم احنا مالنا، جايز بتكلم امها بتكلم اخوها، احنا مالنا بالحوار ده كله. قالت له لا انت ايه ده، انت راجل البيت، ده انت هنا ده انت هنا ده انت هنا. ده هي شكلها كده ايه جوزها بعيد عنها، واللي جوزها بعيد عنها بتبص لغيره، والقعده على النت بتعلم تخليها تعرف فلان وتعرف تركان. قال لها كده؟ قالت له اه. المهم طبعا سيلفي دماغه النار طقت في دماغه، وراح داخل عليها اوضه نومي هي وهو يدوروا على التليفون. اللي ما تعرفوش بقى
اللي انا حسيت بيها وهي داخله وبتحط التليفون وانا نايمه. طبعا شلته من مكانه، انا شلت التليفون. فين التليفون فين التليفون؟ يدوروا يقلبوا الدنيا ما لاقيش حاجه. تو تليفون ايه؟ وانت ازاي تخش عليا اوضه نوم بالطريقه دي؟ انت سيلفي على عيني وراسي، وسيلفي كبير زي ابو زي اخويا، لكن انت ايه دخلك اوضه نومي؟ صوتي عالي عليه. حماتي جت جري، في ايه؟ راحت حكت لها الموضوع، قلطت ابنها وزعقت له وطردته بره الاوضه ومسكت سلفتي بهدلتها. انتوا بتستعبطوا، تليفون ايه؟ انتوا بتتكلموا في ايه؟ طب انتوا لقيتوا حاجه عندها؟ المهم حماتي كلمته عشاني، وانا طبعا ما سكتش، بهدلته واتصلت. قلت اتصل بجوزي اقول له ان اخوك دخل عليا اوضه نومي. حماتي قالت لي عشان خاطري، عشان خاطر ما تبقاش خاطر بعضيها، ده هي دي ربنا ينتقم منها، هي اللي خلته يعمل كده. انا هتعرف مع ابني، حقك عليا يا بنتي، حقك عليا معلش. وقالت وحلفت حماتي ان سلفتي مهبد في البيت. احلى حاجه في جوزي وسيلفي، حماتي دي فوق دماغي من فوق كلامها. قال لها لازم تمشي، ده امي حلفت، وفعلا غضبها. بعد ما غضبها الدنيا هدت بقى، خدت حماتي، انا بحب حماتي جدا، قلت لها تعالي يا ام. قالت لي ايه؟ قلت لها اقعدي اقول لك على اللي حصل. قالت لي ايه؟ قلت لها هي خلتني نايمه، دخلت عليا اوضتي ايه، وراحت حاطه التليفون ده تحت دماغي. قالت لي بتقولي ايه؟ قلت لها ده حصل، وانا شفتها وهي داخله، رحت واخداه وشايلاه، وما قلتش ان انا شفته. يا لهوي، طب هي عملت كده ليه؟ قلت لها عشان تلبسي تهمه انا بكلم حد غير ابنك. اعوذ بالله يا بنتي، اعوذ بالله، الله اكبر عليكي، لا انت ما بتعمليش كده. قلت لها هي كده بقى. طب بصي بقى، انا بقى هتصرف في الموضوع ده. هتعملي ايه ياما؟ قالت لي مش هي غضبانه، خليها غضبانه، ولما اهلها يكلموا انا هتصرف. المشكله بقى ان اهل سلفتي ناس كويسين جدا، وناس محترمه جدا ومؤدبه جدا، وناس ذوق وعارفين الذوق، معرفش طالعه لمين كده. ابوها اتصل بجوزها، قال له حصل مشكله بينها وبين سلفتها، وقالت كذا 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 عليها، ودخلنا اوضتها ودورنا وما لقيناش. امي قاعده بقاش قاعده. قال له طب يا ابني دلوقتي ايه الموضوع؟ قال له امي مش عايزاها تخش البيت. قال له طب ينفع اكلم امك يا ابني؟ قال له طبعا، امي قاعده جنبي اهي. قالت له ايوه يا حاج. قال لها ايه؟ قالت له يا حاج ما تزعلش مني في الكلمه، انتوا على دماغي من فوق، بنتك مش متربيه. طب ايه اللي حصل يا حاجه؟ قالت تعالى ولا اقول لك. الراجل جه وقعد معاها وسمع الحوار كله مع حماتي. قال لها بنتي عملت كده؟ قالت له بنتك عملت كده. طبعا جوزها كان قاعد، واول ما يسمع الحوار اندهش كده وتنح. قالت له على فكره جوزها هو ما يعرفش حاجه، انا بس اللي عارفه الحوار كله. تلبس سلفتها تهمه ليه؟ ليه؟ انا عايزه افهم ليه. قال لها لو بنتي عملت كده انا اكسرك رقبتها. قالت له خلاص انا قلت لك اهو، وانت حر. بنتك هتوقع الدنيا ببعضيها. لو كده يا حاج يشيل ده تحت عنده، انا مش عايزه مشاكل في بيتي، الناس تتفرج عليا والاخوات يقعوا ببعض. انا ما عنديش غير هما ولدين، ربنا يخليهم لي وهديهم لي. قال لها لا يا حاجه انا هتصرف انا مع بنتي. مشيت من هنا. سيلفي الكلام ده حقيقي؟ قالت له يا ابني حقيقي. راحت نادى عليا احكي لسيلفك. قلت له حصل كذا 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 كذا، وانا خبيت التليفون على فكره، ما هي دخلت كمان على فكره. اقول لك على حاجه، هي مش في وسط الدوشه كلها قالت لك انا معايا تليفون ارن لك عليه؟ طب حتى لو انا معايا تليفون هي تاخد رقمه منين؟ هي فعلا قالت كده، قالت انا معايا الرقم، انا هرن عليه عشان نسمع صوت ونجيب التليفون. طب انا افرض انا معايا تليفون وبكلم حد زي ما هي بتقول، هديها رقمه؟ قال لي لا. قلت له طيب. قال لي خلاص مش هعدي على ذمتي. قلت له لا، انا مش عايزه خراب بيوتي يبقى بسببي، انا مش هسي ذنب حد. قال لي مش بسببك، بسبب افعالها. قلت له ياما انا ما بحبش خراب البيوت يا ام، انا ماليش دعوه. قالت لي يا بنتي واحنا مش هنطلقها، يتعلم الادب، بس اللي زي دي مش هتتعدل. طب وبعدين يا ام؟ اروح اقعد عند بيت اهلي وجوزي مش موجود لحد ما يرجع؟ تلاقي ان شاء الله. يعني تقولي الكلام بتقولي دوا ازعل منك؟ انا بعزك. طب ياما اعمل ايه وقت انا؟ قولي انت اعمل ايه؟ العمل عمل ربنا يا بنتي. شوف هيحصل ايه، هي لها نصيب تخش البيت تاني هتخش، ملهاش نصيب يبقى عيشها هتقطع وجوزه احسن منها. ياما بس انا هطلقها ايه؟ رخيت؟
انا مرختش يا اما، والله مرختش. بس انا مش عارفه ده حصل ازاي منها. دي اتجننت. ايوه اتجننت. الغيره وحشه، الغيره مره. على العموم يا ابني، نشوف هنعمل ايه وربنا يسهل. لو لها نصيب هترجع ترجع، ملهاش نصيب يبقى ده بتاع ربنا. بس لكن مرات اخوك مفيش حاجه عليها، ورده فله قماشه بيضه زي الفل. سمعت؟ قال لي سمعت. قال لها سمعت يا ام، اخوك ما يعرفش حاجه، وانتي ما تقوليش لجوزك حاجه، سمعتي؟ حاضر يا ام، ولا كأن حاجه حصلت. حتى لو عرفنا غضبانه، هي بشكل هي وجوزها وبتغضب، مفيش مشكله، ما الحريم كلها بتغضب لما بتتخانق مع جوازها. سمعتي؟ سمعت يا ام، خلاص. على راسي من فوق. يلا يا جماعه، كل واحد يقوم يشوف حاله، وانتوا شوفوا اللي وراكي يلا، وانت شوف اللي وراك، وانتهت القصه على كده. هي دي القصه بتاعت النهارده. ايه رايكم فيها يا جماعه؟ يعني ما نأذيش حد، ومش كل اللي على النت نعمله. انا مش فاهمه الناس بتتفرج على مسلسلات وبتنفذ اللي في المسلسلات واللي في الحاجات. على فكره انا شفت حاجات كتير في النت زي كده على فكره فعلا، بس انا بقعد اتسلى عادي. ما اعرفش ممكن يحصل في الحقيقه في حوالينا، لكن اتاري بيحصل، وبيحصل اكتر من كده كمان. بنسيء لحد. الغيره مره، الغيره مره، الغيره مره. وحماتك بصراحه ما شاء الله عليها، بصراحه تتشال فوق الراس، تتشال فوق الراس. وانت ربنا يهديلك حالك، واحمد ربنا ان في واحده وقفت في ظهرك. واحلى حاجه انها ما صدقتش، وانها صدقت الكلام الصح وصدقت عقلها. ربنا يهديلك حالك بجد، ربنا يهديلك حالك.